السلام عليكم. لأول مرة في تاريخ مصر ويمكن الوطن العربي كله أو الشرق الأوسط كله، الجمعية المصرية للأشجار الخشبية وحماية البيئة بتقدم ترابيزة سفرة بالجمال ده وبالشياكة دي وبالقوة دي ومن خشب زراعة وإنتاج وصناعة مصرية 100%. ده عمود، ده شجرة، عمود خشب مخروط من الألف للياء، خرط، عمود خرط. محدش هيقدر يعمل الكلام ده في أي خشب. لوح، أبلكاش، طبقات أو كونتر طبقات معمول منه الوردة الجميلة دي. اللوح هناك أهو، اللوح الخام ده أهو، ومتجرب عليه المية ومية مية، وطبعا عليه شتلة الباولونيا. وما ينفعش نقول عليها ترابيزة سفرة، لا، المفروض نقول عليها ترابيزة مؤتمرات، لأنها تنفع بشياكتها دي وقوتها ومتانتها وطول عمرها. أنا مش هطول فيديو، اقروا، ضروري اقروا المكتوب مع الفيديو. اقروا صفات خشب الباولونيا اللي أفضل من جميع الأخشاب المستوردة. أيوة أنا عارف أنا بقول إيه، أفضل صفاته ومميزاته أفضل من جميع الأخشاب المستوردة المعروفة، وأفضل وأعلى من 80% من الأخشاب المستوردة الغالية جدا. خشب مصري باولونيا عربي. طلع لكم كرسي اهو لوحده على جنب. الفنانين اللي عندنا والصناعية اللي عندنا يعملوا الجمال ده، لكن فين الخشبة اللي تخليهم يعملوا الجمال ده؟ وفين السعر اللي يخليهم يعملوا الكلام ده؟ زي ما قلنا، مش اي خشبة يتخرط 1 سنتي وتتعشق وهو عارف انها لا هتمدد ولا هتنكمش. زمان كان الشغل اللي بيتعمل بيه تطعيم مع الصدف كان لازم يبقى خشب الورد. ليه؟ عشان ما بيتمددش وما بينكمش، وعشان كده كان غالي جدا. لا، احنا عندنا الخشب بتاعنا لا ينكمش ولا يتمدد. اكتر خشب لا ينكمش ولا يتمدد ولا يقوس ولا يفتل ولا يتأثر بالحرارة ولا الرطوبة ولا يعفن من المية. هتقولي لي ما ينفعش تحط الشتلة كده، الشتلة دي طينة واكيد هتنقط مية والمعارض ما بتعملش كده. لا، انا احطها لان انا معايا خشبة لا تتأثر بالماء نهائي. هي الشتلة دي اللي عملت الخشب ده، هي بولونيا عربي دي اللي صنعنا منها الخشب ده كله. عشان كده انا بقول الترابيزة دي والكراسي دي سفرة، فندق، ريسبشن، على البحر، على حمام السباحة، في الحديقة، في الجنينة، المطاعم الفخمة، كافيتريات. كل ما هو مميز ليها الشغل ده. الأماكن، ترابيزة استقبال العملاء، الاجتماعات مع المديرين. كرسي، ده كرسي المكتب لوحده. احنا بنبيع بالكرسي بالقطعة وبنبيع السفرة كاملة، 4 كراسي وترابيزة، ومحدش يسألني على الأسعار. اللي ناوي يجي يتفرج، يجي يتفرج على الجمال ويشوف القوة والمتانة ويشوف الشغل، ومش هيمشي إلا وإحنا بايعين له إن شاء الله. الشتلات وصلت أهي، معرض زهور الربيع، المتحف الزراعي، بولونيا عربي،
2026 من يوم 1 مايو ل 25 مايو. مع السلامة، في انتظاركم. تشتروا بقى شتلات، تشتروا خشب، تشتروا منتجات نهائية. مع السلامة.